سارة بتشتكي من ان هي لما بدأت تكتب بوستات على صفحتها كمعالج نفسي لقيت ان مفيش حد بيتفاعل معاها. لما بصينا على البوستات دي لقينا ان بتكتب حاجات زي ان القلق النفسي هو اضطراب بيصيب الانسان نتيجة عوامل بيولوجية ونفسية واجتماعية، ودي كانت نتيجة طبيعية لطبيعة الكتابة اللي هي بتكتب بيها الشغل بتاعها. لكن قررت بعد كده ان هي تجرب حاجة جديدة بناء على نصيحة قلنا لها عليها، وفي الاخر كانت النتيجة ان هي كتبت البوست ده: احساسك انك مضغوط ومش قادر تاخد نفسك مش طبيعي، بس ما تقلقش لان في 3 حاجات بسيطة ممكن تساعدك تتحكم في القلق. تعالوا نشوفهم سوا. وفجأة لقيت نتيجة مختلفة تماما من حيث التفاعل. ايه اللي حصل وايه الفرق ما بين الاتنين؟ رقم 1، انت مطلوب منك انك تبعد عن الكلام الاكاديمي زي فكرة ان الاكتئاب اضطراب نفسي بيؤدي لشعور بحزن وانعدام دافعية، لكلمة تانية او جملة تانية بتقول: حسيت قبل كده انك مش قادر تتحرك من السرير حتى لو عندك حاجات مهمة؟ تعال نعرف ليه. رقم 2، ابدأ بسؤال او جملة بتثير فضول اللي بيسمع، زي: عمرك حسيت انك بتفكر بزيادة في كل تفصيلة صغيرة؟ تعال نشوف ازاي نوقف التفكير المفرط ده. او انك تقول: ليه ساعات بنبعد عن الناس حتى لو محتاجين حد جنبنا؟ والاجابة هتفاجئك. رقم 3، خلي الجمل قصيرة وسهلة. الجمل الطويلة بتخلي المستمع يزهق بسرعة. استخدم جمل زي: ان القلق مش عيب، المشكلة ان احنا مش عارفين نتحكم فيه، او ان في فرق كبير بين انك تبقى حساس وانك تخاف من رأي الناس. رقم 4، حاول تستخدم فكرة القوائم والعناوين الفرعية. القوائم اللي زي ايه؟ انك تقول 3 حاجات بسيطة بتقلل التوتر قبل النوم. اما العناوين الفرعية اللي بتيجي تحت منها انك تقول مثلا: 1، تجنب الكافيين قبل النوم ب4 ساعات. 2، استخدم تقنية التنفس العميق، انك تتنفس 4 ثواني وتحبس نفسك 4 ثواني وتطلع النفس في 4 ثواني. رقم 3، انك تبعد عن الموبايل قبل النوم بنص ساعة. وكده يبقى انت استخدمت فكرة القوائم والعناوين الفرعية. رقم 5، اختم البوست بالسي اي اللي هي بنقولها كده بالعربي انك بتدعوه للتفاعل مع الكلام اللي انت قلته. ازاي؟ انك تسأله سؤال مثلا: ايه اكتر حاجة بتخليك تحس بالقلق؟ او لو عجبك البوست شاركه مع حد ممكن يستفيد منه. من الاخر، ابدأ البوست بجملة تجذب الانتباه، خلي الجمل قصيرة وسهلة، استخدم القوائم والعناوين الفرعية، واختم البوست بالسي تي اي. ايه بقى اكتر تحدي بيواجهك لحد دلوقتي لما بتكتب بوست عن مجالك؟